أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعملا بهذه الآية الكريمة فلنستمع إلى آية من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها من عظات والحكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم وعلموهم الخير. وقال قتادة رحمه الله: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله. وقودها الناس والحجارة أي حدثها يلقي فيها عليها ملائكة غلاظ شداد أي غليظة أخلاقهم شديد انتهازهم يفزعون بأصواتهم ويكيفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذا مدح للملائكة وانقيادهم لأمر الله تعالى وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. ومن فعل الآية الكريمة أولا أن يجب على الرجل أن يأمر أهله بالمعروف ويحثهم عليه وينهاهم عن المنكر ويزعهم عنه ويأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام وسائر فضائل الإسلام ويحثهم على الأخلاق الجميلة والآداب الحسنة ويرغبهم في فضائل الأعمال كقراءة القرآن وتعلم العلوم النافعة. قال تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نرزقك العاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك يجب علينا أن كل ما يظهر له من الأموال والأفعال وتنهاهم عن الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن وعن قول الزور وينهى نساءه وبناته عن التبرج والسفور وينهى جميع أهله ومنتهت يده عن مصاحبة الأشرار ومخالطتهم والتشبه بالكفار والكسار ويدعو عنهم الوسائل المفضية إلى غضب الله وسخطه المشكلة عن رضاه وطاعته كالإنوارات الفضائية والتلفاز ونحوها من الوسائل التي تدعو إلى الرذائل ورد الأخلاق. ثانيا: إذا أما أعد الله لأعدائه من العذاب والنكال. قال تبارك وتعالى: أن عذاب النار التي توكل بها جثت بني آدم وهداية من الكبريات الأسوداء
وأقبل في آية أخرى عن عونها وشدة عذابها فقال كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع طاوعا. وقال تبارك وتعالى وما أدراك ما سقى لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال تبارك وتعالى يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70 ألف زمزم مع كل زمزم 70 ألف ملك يدركونها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من عرض جهنم والعياذ بالله. إثبات وجود الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم ولهم أصناف كثيرة كلمة النار الموكلون بتعذيب أهل النار وإهانتهم وإن عددهم كما ذكر الله عز وجل 19. قال تعالى عليها 19. أن كبير هؤلاء الملائكة ملك كريم اسمه مالك. قال تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأن الإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله وأمرهم يفعلون ما يؤمرون ولكن من أركان الإيمان 6. قال تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صدق الله العظيم. رابعا إن علم أن ينقي نفسه من عذاب الله. وهذه الوقايات الوقاية تكون ولو بأقل القليل من فعل الخيرات. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من حال إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فلينزل أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينزل أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينزل بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء يديه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.